انا عايزه اقول لك ان المحشي ممكن يساعدك تخس. والله الرز اللي جوه المحشي ده معاه خضار كتير جدا، والمحشي نفسه خضار، والخضار اساسا سعراته قليله جدا. فلو استخدمنا في المحشي شوربه قليله الدسم زي شوربه صدور دجاج او شرايح لحمه ما فيهاش اي دهون مرئيه، وما اضفناش زيت كتير في خلطه المحشي، وما اضفناش كمان على وش المحشي سمنه او زبده كتير، يبقى وقتها فعلا المحشي هيساعدك تخس، لانه بيقلل استهلاكك من الرز، فبيقلل يعني استهلاكك من النشويات. وبشرط برضو ان كمية المحشي في الطبق بتاعك ما تتعداش اكتر من ربع طبقك. وزي ما انت شايف الطبق كده، ربعه بس محشي، والربع التاني بروتين، ونصه خضار فريش. بجد والله لو عملت اللي بقولك عليه، كل محشي وانت مطمن، وصدقني هتعرف تخس وانت بتاكله ومستمتع كمان. فطور في الوصفات التقليدية اللي بنحبها كلنا عشان تعرف تاكلها وتستمتع من غير زيادة وزن.